وحشتوني جدا 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 جدا. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض سمك مشوي. المره دي بقى السمك مختلف، فانا جبته وهنضفه واعمله في البيت، بس هشويه بره يعني، بس هعمله بقى التتبيله في البيت. هنا بقى معانا كده الشبار او البلطي، مسكته بقى غسلته وفتحت بطنه وحطيته بقى في ميه بليمون بملح بدقيق. هسيبه بقى نص ساعة كده يتنقع، وبعد كده اقوم رايحة مشطفاه وبعدها يتشوي. والبطاريخ دي بقى هلمها كلها في سمكية. بقى كنت جهزت قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر وخمس فصوص توم بقشره بس غسلاه كويس جدا، وليمونتين كده متقطعين ونص حزمة كزبرة. حطيت عليهم ملح وكمون وكزبرة وحبة شطة اختياري. هنزل عليهم بقى بكوباية مية واضرب كل المكونات دي في الخلاط، كده يبقى معانا احلى تتبيله سمك مشوي جاهزه معانا. هنا بقى كان الخليط ضربته في الخلاط. هحط له هنا معلقه زيت. معلقه الزيت ما بتخليش بقى القشره تبقى لازقه كده على السمك، تخليه حلو قوي. هنا بقى انا حسيت ان التتبيله دي كتيره قوي على كميه السمك، كانوا 2 كيلو سمك، فانا حسيت ان التتبيله كتيره، فهبدأ بقى انقص. هاخد نصها هتبل بيه السمك والنص التاني عادي هحطه في كيس وادخله الفريزر، واما اجي اعمل سمك اطلعه مفيش اي مشكله. هنا بقى السمك كنت بعته اتشوى جهزت هنا طبق بلاستيك حطيت فيه كيس كده نضيف، وهبدأ بقى هنا املح السمك. ما شاء الله السمك كان سمين جدا جدا، وكان بعض السمك كان مبطرخ وكان جميل قوي. السمك اليومين دول بأمانة مسكر وحلو قوي، هو سمك الشتا بيبقى حلو كده. هبدأ بقى السمك هنا سخن جدا لسه طالع من الفرن. هبدأ بقى اقلبه كده على الجنبين، والتتبيله دي بتبقى حلوه قوي، وممكن بقى تسيبها تقيله وترشرشي عليه، بس انا بفضلت يعني دي احسن بحبها. هبدأ بقى املح كل الكميه كده زي ما انتوا شايفين. لو لسه بقى ما حطيتيش اللايك انزلي بقى حط لايك واعملي اشتراك للقناه، ما تنسيش كده تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنا بقى اهو كنت تبلت كل السمك، شايفين بقى البخار ما شاء الله. هبدأ بقى اقفل الكيس كده واسيبه بقى يعرق في بعضه كده ويشرب من التتبيله دي. بقى خلاص كده يعني هيترموا هنتخلص منها. وده بقى ايه الطبق اللي انا قلتلكوا عليه، احطه في كيس في الفريزر وقت ما اجي اعمل سمك اطلعه. هنا بقى كنت غرفت اعمل الرز، طبعا عملته وجهزت طبق السلطه. وهنا حطيت السمك اللي احنا هناكله والباقي في البلاستيكيه لما نعوز نبقى ناخد منه. ايه رايكم بقى في اكلة النهارده؟ طبعا تتبيله البيت حاجه تانية خالص غير اي محل او اي مطعم انت جبت منه سمك. طبعا انت غسلاه هناك هما بيشطفوه كده نقعه بليمون ملح دقيق، فالطعم فعلا بيبقى مختلف جدا. متنسوش بقى كده نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وندعي لاخواتنا في فلسطين واخواتنا في سوريا وربنا يفك يا رب اسرهم. متنسوش بقى تستنونا في فيديو جديد مع مطبخ سومة.